شايفين الحلاوة والجمال؟ اللهم بارك. شوية محشي ورق عنب بجد منظرهم كده يجوع. هتعملي ورق عنب كل اللي هياكل منه او يدوقه هيسألك ازاي عملتيه. عندي نص كيلو من الطماطم، عليهم قرنين من الفلفل الاحمر، وده سر من الاسرار ان التسبيكة بتطلع حمرا من غير صلصة من غير اي حاجة، ان تحطي معاها قرنين من الفلفل الاحمر ده. لو لقيتيه في السوق لقيتيه في اي حتة لازم تجيبوه. هنا عندي بصلتين متقطعين ومعلقة توم. كمان من اسرار ان الصلصة والتسبيكة تبقى حمرا المادة الدهنية تبقى كتيرة شوية والبصل متحمر كويس زي ما انتوا شايفين كده من غير ما يتحرق. هحط عليه نص معلقة سكر ومكعب من المرقة، بهارات مشكلة، ملح وكمون، فلفل اسود، بابريكا، وورق لورا. هنا رصيت ورق العنب، لازم ترصوه بالشكل ده علشان هيغلبكم جدا لو حطيتوه في المية وبعد كده رصيتوه بيبقى يعني لازق شوية وماسك، فرصوه كده الاول وبعد كده حطوه في الحل. هنا حطيت في المية بتاعة السلق نص ليمونة وشوية من الملح. التركة دي بتفرق جدا في طعم الورق نفسه، بتديله مزازة كده رهيبة. لازم تحطوا نص ليمون، تعصروا عصير الليمون في مية السلق. كمان حطيت العيدان بتاعة الورق العنب، انا ما برميهاش خالص، انا بحطها في قاع الحلة، بتدي مزازة للورق يعني لازم تجربوا التركة دي، ما ترموش العيدان بتاعة ورق العنب خالص. هنا خلاص انا هضيف المكونات على بعض، الرز والخضرة بتاعة المحشي والصلصة من غير اي اضافات خالص. انا ضفت كل الاضافات على الصلصة بتاعة المحشي خلاص. يبقى انا هنا عندي 3 اسرار ان التسبيكة تطلع حمرا من غير صلصة: ان انا اضيف فلفل في الخلاط، والطماطم بتتفرم، والمادة الدهنية تبقى زيادة شوية، والبصل يتحمر كويس من غير ما يتحرق. هنا بوريكم ازاي بلف ورق العنب، بس انا في العادة ان انا بلفه على ايدي، ما بلفوش هنا على الرخامة، بس انا بوريكم ازاي لو حد مبتدئ ومش عارف يلفه ازاي. طبعا بعد ما تعبت فيها ولادي بهدلوها، بس ما فيش مشكلة، هنقضي الغرض عادي. هنحاول نلمها بقى كده ونرص فيها ورق العنب اللي احنا حشيناه. شايفين الجمال؟ اقعدوا بقى قدام الشاشة بقى احشوا بمزاج كده علشان يعني تطلعوا الحاجة عظمة كده. هسقيها بقى من الشوربة بتاعت اللحمة الخطيرة، اعملها لكم في فيديو تاني. بجد احلى شوربة واحلى طعم لحمة ممكن تدوقوه. ان شاء الله هنزل لكم الطريقة قريب. حطيت على الشوربة معلقتين من تسبيكة الطماطم وعصير ليمونة. طبعا لازم تضيفوا الليمون في السلق، وكمان تضيفوا الليمون في الشوربة اللي انتوا هتسقوا بيها المحشي. شايفين الجمال؟ تحفة 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 بجد، الطعم خطير. جربوا الطريقة دي بجد هتعجبكم جدا. انا ريقي جري وانا بتفرج معاكم. حمرت اللحمة وحط عليها رشة من الفلفل الاسود والكمون والملح. جربوا بقى الطريقة دي بجد هتعجبكم جدا. لسه ما عمليش اشتراك يعمل اشتراك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا شير كتير بقى. شايفين الرز مفلفل من جوه ازاي؟ بجد وهم طريقة خطيرة. شوية الشوربة دول بقى اسرار وتكات وحركات لازم تفهموها وتعرفوها ان شاء الله في الفيديو الجديد.